لو عندك كيلو من الطماطم تعالي بسرعة هنعمل بيه أحلى كاتشب. حرام تشتريه من بره والأسعار بقت نار وكل يوم ليه سعر. والإيه الكاتشب ما بنقدرش نستغنى عنه، حلو جدا جنب البطاطس جنب المشاوي جنب البانيه. فتعالي نعمله بإيه بطريقة سهلة. عندي كيلو من الطماطم ب10 جنيه كده، غسلت الطماطم وشلت البذرة الخضراء دي، وهنبتدي نقطعها ونحطها في شفشق الخلاط ونحط شوية مية صغيرين عشان الخلاط يدور معانا الطماطم. بعد ما فرمتها كويس في شفشق الخلاط هنجيب مصفى ونحط تحتيها حلة، ونبتدي بقى نحط عصير الطماطم في المصفى ونقلبها كده عشان العصير ينزل في الحلة ويتبقى القشور والبذور بتاعت الطماطم. انا مش عاوزة الكاتشب بتاعي يبقى فيه قشور ولا بذور. القشور دي بقى ترميها. وتعالوا بقى ناخد عصير الطماطم ده ونحطه على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة، ونسيبه يغلي كده لغاية ما القوام يتقل معانا. هيعمل معاكي رغوة دي وهتحسي ان القوام عامل زي المية كده. سيبيه خالص على درجة حرارة متوسطة لغاية ما القوام يتقل معاكي. انا عاوزة القوام بتاع الكاتشب زي قوام معجون الطماطم اللي هي الصلصة. شايفين القوام ابتدى يتقل، هتسيبيه برضو على درجة حرارة متوسطة لغاية ما القوام يتقل معاكي. انتوا عارفين ان معجون الطماطم اللي هي الصلصة انا عاوزة القوام زي كده بالظبط. كده القوام بتاعه بقى حلو جدا. هنحط معلقة صغيرة من الفلفل الابيض، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة مليانة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة مليانة من البصل البودر، ونقلبهم كويس. عاوزة بقى تحطي في المرحلة دي شطة براحتك، عاوزة تحطي معلقة من هريسة الشطة برضو براحتك حسب ما انت عايزة. بعد كده بعد ما قلبنا التوابل كويس هنحط كوباية إلا ربع من الخل، ونحط نص كوباية من السكر. والخل والسكر حسب ما انتوا بتحبوا مذاق الكاتشب. وبرده ده كله وانا مشغلة البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. وتقلبيه كويس عشان السكر يدوب خالص. اول ما السكر يدوب معاكي خالص هتحطي معلقة من النشا، معلقة كبيرة ممسوحة وعليها معلقة كبيرة من المية ونقلبهم كويس. وتضيفي بقى النشا على على الكاتشب بتاعك عشان هو ده اللي هيتقل معاك القوام. هيخلي الكاتشب قوامه تقيل وزي بتاع المحلات بالظبط. بجد جربوه في البيت هيطلع معاكم طعمه حلو جدا، وواثقة في حاجاته ومتأكدة من نظافته، فاعمليه في البيت. عاوزة بقى اللون يبقى أحمر عن كده ممكن تحطي له معلقة من معجون الطماطم. عاوزة بقى تختبريه وتشوفي هو ده القوام اللي انت عايزاه، هتجيبي طبق وتحطي عليه معلقة كده وتميلي الطبق، هتلاقي ان الكاتشب بينزل بصعوبة، وكمان المعلقة بتاعت الكاتشب ما فيهاش مية خالص زي ما انتوا شايفين. كده بقى تمام التمام. طفينا البوتاجاز ونبتدي بقى نحطه في البرطمان، تحطيه في بولة وتحطيه في التلاجة، ولما تعوزيه تطلعيه. لان بجد عملنا كمية حلوة جدا. انا كمان مليت البولة دي ومليت برطمان نص كيلو. يعني حرام تشتريه من بره. شوفي لو كنت تشتري الكمية دي هتشتريها بكام. والأسعار دلوقتي بقت نار، وأي حد بيعرف يوفر ياريت يوفر في الأيام دي. وجربوه وقولوا لي رأيكم في التعليقات.